أنا بنظري أن الفقر يمنع الإنسان من الحياة. الفقر يمنع الإنسان من أن يجرب عدد كبير من الأمور. الفقر يمنع الإنسان من أن يخرج أفضل نسخة من نفسه. الفقر يظهر أسوأ ما في الإنسان ويصير أشبه بحيوان كل همه هو النجاة ولقمة العيش. لهذا بالنسبة لي إذا عشت حياتك في فقر فكأنك لم تعيش. إذا عشت حياتك في الفقر المدقع كأنك لم تعيش، والله كأنك لم تعيش، لأنك تحلم بأشياء وتبقى طوال حياتك وأنت تحلم وأنت تريد أن تحقق مجموعة من الرغبات، لكن لا حول لك ولا قوة بها. فلا تعرف أي نوع من البشر أنت، تبقى تعيش فقط في أحلامك وفي رغباتك. لهذا الواحد عليه أن يحاول الخروج من الوضعية التي هو فيها، يحاول أن يحسن وضعيته الاقتصادية لكي يعيد اكتشاف نفسه، لكي يعرف أي نوع من البشر هو.